الاعتراضات بقى على الساحل الشمالي. طب اشتري دلوقتي؟ طب الاسعار بقت مبالغ فيها قوي، اشتري ليه؟ في فرص استثماريه فعلا. فانا عايز ابتدي باخر حاجه، عايزك تقتنع تماما، وهو investment opportunity never end. الفرص الاستثماريه لا تنتهي. اي حد يقنع حضرتك اخر فرصه استثماريه موجوده دلوقتي هي حضرتك لازم تشتري استثماريه، ولكن ان ثبت سعر في الفرصه الاستثماريه اللي نازله النهارده، لان مليون في الميه السنه اللي جايه لو بتكلم عليه هيبقى استثماريه برضو. يعني ايه بقى؟ في مشروع بيج نيم نازل بفيرست لونش، نازل ابتدائيه، نازل بتايبس حلوه قوي، نازل قويه، نازل بمساحه بنائيه قليله فلاندسكيب واريا كتير، نازل بعدد فيلات اكبر من عدد شاليهات، نازل تمام. معنى فرصه. انا ما قارنش مشروع ماستر بلان بتاعته عامله كده في عمق، عامل كده يعني عرض قليل جدا وعمق طويل جدا، زيرو مقدم على 10 سنين وبتاع، واقول لك دي فرصه استثماريه. الفرصه الاستثماريه مش بالسعر يا استاذي يا فندم. ما تتغرش بالسعر والبيمنت بلان وتسيب الاهم، تسيب اللي هيبيع لك العقار وهو البرايم لوكيشن، وهو الديفلوبر نيم كريديبيليتي، مسابقه اعماله وصيانته، وهو اليونت تايب جوه المشروع. ما تسيبش الاهم وتروح تبص على هدفع قليل واقسط كتير وبتاع، وممكن يعني ممكن ما تتباعش، وان اتباعت هتتاخر في بيعها. الساحل الشمالي هتلاقي مين اللي مطلوب؟ تطوير مصر، لافيستا مطلوبه ريسيل، بالم هيلز قديم مطلوب ريسيل، فاسيندا وايت وغيره. مشروع حلو اتباع كسر الدنيا، ديفلوبر نيم، ماستر بلان، فوت برنت، غيره مطلوب استثمار. مساء الخير، 10 سنين 12.5 مليون. اسم انا مش عايز اقوله. 12.5 مليون دول انا اجيب لك باقل منهم بحد اقوى منه جدا. وانا يا جماعه مش ببيع هنا وببيع هنا، ومطلع على كل المشاريع وحافظ كل المشاريع عشان اقارن لحضرتك ماستر بلان لماستر بلان طبعا. فايه مصلحتي ان انا ارفض ليك شراء هذا المشروع؟ هو اللي انا بقول لك عليه ده. محدش هيتحمل الغلطه غيرك يعني الفلوس، انت اللي هتدفع الفلوس.